الفيديو ده فيديو الخير، فيديو الرزق. اما بعمله بحس ان انا ماليه البيت رزق وماليه البيت خير. هنعمل جبنه وزبده. انا جايبه 10 كيلو لبن، بس 10 كيلو لبن بخيرهم، من حد يكون واحده فلاحه ولا حاجه. جايبه 10 كيلو لبن. هبتدي ان انا بقى احضرهم. اجيب حله واسخنها على النار واطفي النار، يعني النار ما بسيبهاش شغاله تحت الحله، بسخن الحله قوي وانزل باللبن. انا هنا جبت حلتين علشان يكفوا. في كل مره بسخن الحله واحط فيها الاكياس بتاعت اللبن. دي تاني حله، بس اهم حاجه ان هي تسخن عشان بس كتحضير للبن. خلاص انا كده اغطيها، اغطي الحلتين واحطهم في مكان يدفوا، واغطيهم بمثلا دفايه ببطانيه مش عايزاها، بس اهم حاجه ان هم يدفوا. لا حطينا زبادي ولا حطينا اي حاجه تخليها ان هي تجبن، ان هي جبنت لوحدها اهي. انا بيتها 24 ساعه، وجيت ابص عليها لقيتها لسه، سبتها كمان 4 ساعات ولا حاجه. هي كده خلاص. اعمل ايه بقى؟ ناخد الحلل ونحطها في التلاجة 5 6 ساعات. انا ليه بعمل كده؟ انا عايزه الوش يجمد واعرف اشيله، لان انتي لو ما حطيتهاش في التلاجة القشطه هتروح في الجبنه، فانتي لازم تحطيها في التلاجة 5 6 ساعات. بتتشال سهله بقى، يعني الوش تشيليه سهل. بعد ما شلنا الوش، جبنا بقى الجبنه اللي هي الجبنه اللي خلاص خلصت، بنزلها في حصيرة. انت ما عندكيش حصيرة، ممكن مثلا اي حاجة قطن مش عايزاها، شال قطن وعلبة التلاجات اللي هي المخرمة دي، اللي هي المصفى دي، تحط فيها تحط فيها الشاش، وبعدين تدلو فيها الجبنة. بتسيبي الجبنة بقى، انا بيتها يعني بتسيبيها كام ساعة كده لحد ما تصفي المية بتاعتها. هي كده خلاص، هي كده جاهزة معايا. والخرط ما شاء الله، الله اكبر. اهي انا عاملة الخرط كبيرة. بس هي كده خلاص، الجبنة جاهزت. دي القشطة اللي طلعت من وش اللبن، من الجبنة بعد ما جبنت. هنوزن بقى هنوزن الجبنة. تقريبا هنا هتطلع اكتر من 2 كيلو، 2 كيلو حاجة. بس انا وزنها بالطبق البلاستيك ده، بس هو خفيف اصلا، يعني هو زي صينية كده خفيفة. فعملت معايا 2 كيلو، يعني 10 كيلو لبن عمل معايا 2 كيلو جبنة. ودي القشطة اللي طلعت. القشطة اللي طلعت دي بقى لسه فيها لبن. احنا عايزين نضربها لحد ما تشرب اللبن اللي فيها، ان هي فيها بواقي لبن. فهنتنينا نضرب فيها كده زي ما انتوا شايفين. بنضرب فيها لحد ما تبتدي تخرز وتفصل. الاول تخرز، تعمل حبيبات كده، وبعد كده تفصل. يعني ايه؟ يعني الزبدة تيجي في جنب، وتشرب المية تيجي في جنب تاني. هي كده لسه ما خلصتش. انتنيني اضرب فيها لحد ما المية تبقى واضحة قدامك. هي ابتدت دلوقتي تخرز، يعني هي ابتدت دلوقتي تخرز. انت بتلاقيها خشنت كده، وبقى فيها حبيبات سمنة لسه. اضربي لحد ما يظهر لك الزبدة. يعني انا لسه كده، لسه عمالة. هي ابتدت يعني هي ابتدت كده تفصل خلاص. يعني انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا فيه مية. بص خشنت ازاي. انا ما رضيتش افصل المقطع ده،
عشان تشوفي، علشان ما تقوليش دي باظت مني. هي بتنزل ميه، بتنزل اللبن. هي ابتدت ان هي تسرد اللبن اللي فيها. يعني انا ما رضيتش اقطع المقطع ده وخليته مستمر علشان ايه تبقى تشوفي كل المراحل. اهي الميه هي لسه كده برضه، يعني رغم ان هي نزلت ميه بس لسه هيبان الزبده واضحه. الزبده هتبان واضحه، هتيجي على جنب الزبده كده وتبقى واضحه. بس الميه قد ايه؟ ده لبن بقى، ده اسمه لبن الخض. ده ما بنرميهوش، ده بنعمله مش. بس الفيديو انا لو عملته مش، الفيديو هيطول قوي كده. بص الزبدة خلاص، هي كده استوت خلاص. يعني كده زبدة اهي. ابتدي ان انا اصفيها، تعصريها قوي، تنزلي منها. وبعد ما هنصفيها كده، ما ينفعش بقى نسيبها كده، لا، لازم نغسلها بشوية مية تاني. ليه؟ لان انتي لو سبتيها كده على رف التلاجة، ما سيحتهاش، قلت مثلا في ناس بتحب الزبدة كده تعمل بيها بيضة، تعمل بيها حاجة. فانت لو سبتيها كده طعمها يغير ويبقى مر لو قعدت فترة يعني. لكن لازم تغسليها، لما تغسليها بتنزلي بواقي اللبن اللي فايضة فيها، تفضل معاكي بقى ما شاء الله. تحطيها على الرف تسيحيها، مش هيجرالها أي حاجة. أنا بقى الزبدة دي يا بعملها فطير، حط عليها كوباية زيت واعملها فطير، يا إما سيحها واعملها سمنة. كده كده هتتغسل بقى. يعني هنا كده خلاص انا صفيتها. هجيب شويه ميه وابتدي ان انا اغسلها عشان انزل بواقي انزل بواقي اللبن اللي فيها. انا جايبه لها ميه من الحنفيه، لا ميه ساقعه ولا اي حاجه. بس اهم حاجه القشطه دي لازم تحطيها في التلاجة ساعتين ولا حاجه قبل ما تضربيها. يعني قبل ما تضربيها وتحطي ايدك فيها لازم تسيبيها ساعتين في التلاجة. يعني بص بتتغسل لحد ما تبقى ما فيهاش اي حاجه، لحد ما بواقي اللبن اللي فيها تنزل. بعد كده بقى بتبقى ما لو سبتيها على الرف ما يجرالهاش حاجة. أنا يا إما باخدها بعمل بيها فطير، يا إما أعمل بيها، يا إما أسيحها وأحطها في بطرمان. دي تعمل لي الحتة دي تقريبا كيلو إلا ربع، لأن هي 724. فدي تعمل لي 5 فطاير كده مرتاحين، 5 فطاير كبار مرتاحين، مع كوباية زيت طبعا. حط الزيت علشان ايه الفطير يورق كده. كده هي خلاص خلصت. تشوفي بقى انت عايزة تسيحيها، عايزة تعملي بيها فطير. انا مرة بسيحها ومرة بعمل بيها فطير، او كل الفيديو كله ما شاء الله كله خير وكله رزق. انا هوزنها دلوقتي عشان تشوفوا وزنها. يعني 10 كيلو لبن اهي طلعت 724. يعني كيلو الا ربع، الا حاجات بسيطة قوي يعني.